ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض بالطبق ده بيفكركم بايه؟ بسكويت العيد بتاع زمان. هنعمله بكل بساطه، كان اهالينا بيعملوه، امي وجدتي عليها رحمه الله كانوا بيعملوه في البيت ويلمونا كده كلنا مع بعضنا ونقعد بقى على المكنه نعمل اشكال ونساعدهم. النهارده هنعمل روايح زمان، الحاجات الجميله دي باختصار وبسهوله، وهتقومي تطبقي وتعمليه، هيكون سهل جدا. نبتدي بقى بالطريقه. هنعمل مقدار 3 كيلو من البسكوت. 3 كيلو البسكوت دول بياخدوا كام بيضه؟ بياخدوا 15 بيضه. انا طقشتهم كده وصرت عليكم الوقت. 15 بيضه في الطبق. هنعمل ايه بقى؟ 5 اكياس فانيليا هنحطهم كده عليها ونضربهم. عندك مضرب سلك اضربي، عندك مضرب كهربائي اضربي، عندك عجان اعملي، بس احنا النهارده نخير الامور الوسط. هنعمل بمضرب البيض الكهربائي، اظن موجود في معظم البيوت عشان نسهل على نفسينا نضيف. ولو في مضرب سلك مش هيقول لا، بس الواحد يعني يسهلها شويه عشان دراعك ما تخبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. نضرب البيض تماما لحد ما يختفي. بس كده ضربنا البيض لحد ما تجانس مع بعضه الصفار مع البياض. وممكن تعمليه بمضرب السلك زي ما قلنا. انا هنا طحنه كيلو سكر بودره، طحنته في البيت عادي. كيلو، تجيبي كيلو من السكر كده وتطحنيه وتغربليه كويس. وانا احطه على كميه البسكوت اللي احنا هنعمله، اللي هو 3 كيلو هياخدوا كيلو سكر بودره و15 بيضه. نحط كده، ننزل بالسكر بتاعنا. ده اسانس برتقال، مش عايزه تحطيه ما تحطوش، بس بيدي طعم جميل قوي للبسكوته وبتبقى ريحتها كده جميله جدا. اسانس برتقال. وهنحط كيسين فروتي عشان يعزز الطعم. فروتي برتقال. بصوا يا بنات، وده لون زعفران. الحاجات دي كلها اضافات، انت مش عايزه تحطيها ما تحطهاش، بس هي بتعزز من طعم البسكوتايه وبتخليها هشه كده وريحتها جميله، تجيب من اخر الدنيا. لو اسانس البرتقال وكيسين فروتي مع اللون الزعفران. مش عايزه تحطيهم الثلاث حاجات دول ما تحطهمش، دول اختياري. هنقلب كده بشويش بالمضرب البيض قبل ما نشغله عشان ما يعفرش علينا السكر، وبعد كده نضربه لحد ما يدوب كله مع بعض. وان شاء الله هكتب لكم المقادير على الشاشه بتاعت كل البسكوت علشان تبقى واضحه معاكم اهو. بسم الله. بس كده ضربنا البيض مع الحاجات اللي ننزل بقى بنص كيلو سمنه. ده نص كيلو سمنه يا جماعه بدرجه حراره الغرفه، ما بيكونش مجمد، درجه حراره الغرفه تحطيه. هنكب كده نص كيلو سمنه. بسم الله. نقلب السمنه مع البيض مع السكر. خلاص كده يا بنات، ضربنا البيض مع السكر السمنه. هنعمل ايه بقى؟ نص كيلو لبن، 3 معالق نشادر هنحطهم على بعض، ولازم يكون اللبن دافي. انا مدفيه اللبن علشان يتفاعل معاه. شايفين يا بنات اهو؟ لما يتفاعل معاه الخميره بتفور كده معايا، معناتها النشادر دي شغاله، فعلها مش مبطل اهو. ينزل بيه بقى على السائل بتاعي كله كده ونضرب. بس كده. احنا مش هنستخدم المضرب تاني. هنعمل ايه بقى؟ دول 3 كيلو دقيق، هنحط عليهم كيس بيكنج بودر على معلقه مساح ملح، لان دي السنه بتعمل تعادل كده مع المكونات بتاعه الدقيق. ننزل بقى بالدقيق بتاعنا كله ونكون غاسلين ايدينا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نعجب بقى كده اهو. البسكوت ما بيتقلبش كتير، عجناه. امسك حته في ايدي كده، بصوا العجينه اهي، تبقى ما بتلزقش ومالسه معايا، تبقى بتاعت مكنه اهي. نسيبها بقى ترتاح لمده ساعه، وبعد كده نرجع نشكلها في المكنه ونشوف تاني. يا حبايبي، بعد ما عدى ساعه على تخمير البسكوت حطينا القمع. هنعمل كده، بصوا الشكل النجمه الجميل ده اهو. تقطع كده وتلاوي بايدك كده عشان يطلع الشكل حلو. حاولي تخليه كله قد بعض. وبكده عملنا كل كميه البسكوت. عايزه اقول لكم على شويه ملاحظات كده. النشادر كان زياده عندي شويه، يعني حطيت 3 معالق طلعوا هرميين ففرش معايا زي ما انتم شايفين كده. بصوا هو المفروض يبقى مضلع، بس عملناه برده التراث بتاع زمان، ما كان بيبقى البسكوته تبقى ممسوحه كده، فاحنا عملناه على يعني ايه الحاجه بتاعت زمان يعني روايح زمان يعني وكده. واهو بصوا البسكوته هنا، بصوا يعني ما شاء الله الطبق اهو جميل كده. هوريكم بقى. بصوا اسمعوا القرمشه، اسمعوا الصوت، بصوا حلو ازاي
جامد جامد جامد. تظبطي النار بتاعتك، الفرن يكون على 170. نشادة تقلليها ما تكترهاش، يعني حطي 3 معالق مسحين، المعلقات اللي بناكل بيها الرز دي ال3 كيلو، فما تقعيش في الاخطاء دي. فبقول لك على كده، والسوا يكون مظبوط، ما تعليش النار من تحت، تشغلي الاول ولما يستوي من تحت تفتحي الشوايه. ولو عندك الشوايه والفرن زي حالتي كده تشغلي فوق وتحت، بس انا للاسف الفرن اللي تحت بتاعها يسخن فبيعلى لوحده، فالله المستعان. وعملته برده. كل سنه وانتم طيبين. ما تنساش بقى في الشير واللايك والسبسكرايب. وكان احلى بسكوت من روايح زمان.